السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعت لكم بعد غياب. طبعا بتعرفوا انه احنا نزحنا من الشمال الى الجنوب ببيت وقعدنا 7 اشهر، وبعدها نزحنا من رفح الى الوسطى بخيمة. خليكم معنا وشوفوا نصب الخيمة. اول شي بلشنا بنصب الخيمة، وطبعا هاي الخيمة من الاردن، اهداء من اتحاد العاملين المحليين في وكالة الغوث الدولية بالاردن. طبعا بنتشكر أهل الأردن على مساعدتهم ووقفتهم معنا، وجزاهم الله كل خير، وإن شاء الله بميزان حسناتهم. كم مرة فينا نموت ونتهجر من البيوت. هلأ خلصنا نصب الخيمة، وتعالوا أخذكم جولة فيها. وهي الخيمة من جوا طبعا إلها مدخلين، وبيجي معها أرضية بيضاء وشباكين. كم مرة فينا نموت ونتهجر من البيوت، وما حدش سامع صوت الحلم الماء. وهلأ خلصنا إحنا من الخيمة وجهزت. طبعا هلأ إحنا حنعمل حوش قدامنا، يعني قدام الخيمة، وبدنا نعمل هذا الشادر ندقه ونظبطه، وخليكم معنا ونشوف إيش بصير معنا. يعطيهم ألف عافية الشباب، ما قصروا. طبعا إننا من الصبح، الساعة هلأ 6 المساء وما جهزت الخيمة. عن جد الله يعطيهم ألف عافية، والله المستعان، وربنا يفرجها علينا يا رب. نستنى شوي نحكي لك هالخبرية، احنا القصص المنسية فيها الأمل. هيك بكون جهز معنا الحوش وزبط هيك الشادر معنا الحمد لله. وطبعا أخذ معنا والله وقت كتير كبير، والحمد لله على كل حال. طبعا هيك جهزت الخيمة وجهز الحوش. وطبعا هاي المنطقة الفاضية هاي حوالين الخيمة حنعمل فيها ان شاء الله مطبخ لقدام، وان شاء الله بتضلكم معنا. وعملنا حمام الله يكرمكم. طبعا لسه هو ما جهز، لسه صبينه جديد، وان شاء الله لقدام بيجهز. كنسنا الخيمة وهلا بدنا نفوت الأغراض. فوتنا الأغراض جوا الخيمة. طبعا شايفين قديش الأغراض اللي معانا بدهم ترتيب، صعب إن هلأ نرتب لبكرة الصبح إن شاء الله، ونفرجيكم شو عملنا وشو لما نرتب الخيمة حنصور لكم كل إشي إن شاء الله. وهيك بنكون وصلنا لنهاية الفيديو، وبتمنى أكون وصلت معاناة نصب الخيم. وما تنسونا من دعواتكم، ما تنسوا تشتركوا في القناة وتحطوا لايك، واستنونا بفيديو جديد.